الشيخان وعين سفنة، باكورة طوفان النبي نوح. عين سفنة مركز قضاء الشيخان. قد لا يصدق أحدنا عندما نقول أن هذا الاسم يحمل بين طياته أقدم ذكر للإيزيدية، والتي تعود إلى زمن انطلاق سفينة منقذ البشرية النبي نوح عليه السلام. هذه القصبة تسترت على اسمها عبر قرون، وربما تكيفت حسب مقتضيات الظروف وتقلباتها. تقع مدينة عين سفنة على بعد 50 كيلومترا شمالي محافظة نينوى، و35 كيلومترا جنوب محافظة دهوك، قرب نهاية جبل يعرف بسمروت الجبل الأجرد. تشير بعض المصادر بأن عين سفنة كانت قرية قبل سنة 1689 ميلادية، واسم عين سفنة يتكون من مقطعين: عين وسفنة. عين تعني الينبوع، أي عين الطوفان الموجودة فيها وما يزال يتدفق منها الماء وتكفي لري الأراضي الزراعية فيها. أما كلمة سفنة أو سفني فهي مأخوذة من سفينة النبي نوح عليه السلام، بنيت لإنقاذ الكائنات الحية أثناء الطوفان، ويوجد بقرب العين تل يسمى بتل السفينة، وكذلك يطلق عليها تسمية الشيخان. أصل عين سفنة هناك عدة آراء. أنا حسب مقالي هي جت من عدة آراء. أكو قسم يقولون أنه من وجود سفينة نوح اللي كان موجود تل هناك اسم تل السفينة، وهناك عين الطوفان لا زال موجود وجارية، ولكن التل انمحى من الوجود. هذا العين لا يزال جارية وموجودة، سمى عين الطوفان. يقول كان بيت نبي نوح هناك وصار بطوفان فسموها عين سفني، ولكن التسمية أشوقت يعني تبدلت الاسم، أو مثل ما يقول ترجمت. أنا حسب رأيي هذا، عندما أتوا العرب المسلمين إلى المنطقة وترجموها من اسمها الأصلي إلى عين سفني، يعني بمعنى عين الماء، والسفينة إلى نسبة سفينة النوح. تسمية عين سفني هي أقدم بكثير من تسمية الشيخان. حسب رأي الأستاذ جمال بابان اللي عنده كتاب يتحدث به عن معاني يعني تسميات المدن والمواقع في العراق عموما وفي كردستان خصوصا، يقول عين سفني هي تسمية آرامية قديمة، وتعني إينا يعني العين، صبنا يعني الأوتاد. يعني حسب هذا الرأي إنه عين سفني هي عين الأوتاد الخشبية. طبعا عين سفني أيضا اسم قديم يرتبط بالديانة المثرائية القديمة اللي كانت منتشرة في كردستان عموما وفي كردستان العراق خصوصا. وإيسفني باصفني هذه التسميات كثيرة وإلها علاقة بالأرواح أو اليزدات الآلهة اللي كانت موجودة ومقدسة ضمن الديانة المثرائية. كلمة شيخان قديمة، وهناك عدة آراء، ولكن نفسر لكم أنه ماكو مدينة ولا أكو منطقة ولا أكو قرية اسمها شيخان. تطلق على كافة النواحي والقرى والمدن التابعة لقضاء شيخان، لعين سفني مركز قضاء شيخان باسم شيخان. هناك رأيين. رأي يقول تواجد العائلة الأميرية شيوخ اليزيدية وشيوخ بريفكان، ولكن أعتقد هذا المصطلح ضعيف. والطرف الثاني أو رأي ثاني يقول أنه عندما التقى 40 شيخ اجوا من بغداد مع الشيخ أحمد الكبير، مجموعة شيوخ من بغداد اجوا لمقابلة الشيخ عادي بن مسافر،
فلما التقى قالوا التقى الشيخان، فصار تسمية لحدود الإدارية لمدينة عين سفني كلها تسمى قضاء الشيخان. ولكن مع الأسف هسه انمسحت اسم عين سفني، ويطلقون حتى على عين سفني اسم قضاء الشيخان وهو ما موجود. حسب المصادر التاريخية اللي اطلعنا عليها، أول ذكر للشيخان هو بالكتابات في زمن الدولة العثمانية. في زمن الدولة العثمانية سموا قبل، بالبداية كانت هذه المنطقة قشلة ناحية، وبعدين طبعا بعد ما تأسست مملكة العراق بال21 أصبحت قضاء، يعني بعد ال21. فأول ذكر للشيخان هو في الكتابات الرسمية العثمانية. وطبعا التسمية نتيجة لأنه هذه المنطقة موجود فيها لالش، وظهر في لالش شيوخ كبار ومتميزين اللي هو الشيخ عدي بن مسافر، إضافة إلى الشيخ حسن ابن الشيخ عدي الثاني. إضافة إلى هؤلاء، هذه المنطقة عموما مشهورة بتواجد المشايخ، يعني الشيخ شمس، الشيخ فخر الدين، إضافة إلى بعض التكيات الإسلامية أيضا موجودة قديمة في هذه المنطقة، مثل تكية الشيخ نور الدين البريفكاني في قرية بريفكا، اللي هي أيضا تقع ضمن حدود قضاء الشيخان. طبعا بالمناسبة عند أبناء الديانة الإيزيدية أسطورة أيضا دينية تتحدث أنه هذه باعتبار عين سفني هي باعتبار هي المكان اللي صار ظهر يعني حصل به الطوفان في زمن النبي نوح، ومن هنا من هذه العين اللي موجودة في عين سفني اللي نسميها كانيا معيركا، يعني عين معيركا، من هذه العين اتدفقت المياه وبكثرة، وبالتالي كان في وقتها النبي نوح يقوم بإنشاء السفينة مالته في هذا المكان، وهو كان المنقذ لهذه الأزواج من البشر والحيوانات والكائنات. هذه أيضا فد أسطورة موجودة عند أبناء الديانة الإيزيدية، إنه عين سفني يعني عين سفينة النبي نوح. لم نجد ذكرا لعين سفنة عند المؤرخين والبلدانيين، وخاصة عند ياقوت الحموي، مما يشير أن هذا الاسم لم يكن مألوفا في ذلك الحين سوى ابن الفوطي في كتابه تلخيص معجم الألقاب، وذكرها أيضا بهذا الاسم شمس الدين الذهبي. وأن عدم ذكر عين سفنة من قبل المؤرخين والبلدانيين لا تدل على عدم وجودها، وقد يكون السبب عدم أهميتها في ذلك الحين. هي تجاهلت، وعين سفني كانت مركز استراحة لكثير من الرواة والصحفيين والإعلاميين والرؤساء. كان يعني كما فندق مثل ما نقول نسميها استراحة، ولكن لا يذكر اسمها إلا القليل، لأن زارها عدة ملوك ورؤساء، ومن ضمنهم سنحاريب بن سرجون الآشوري سنة 705 قبل الميلاد، عندما أجى بنى ستهنا شمال مدينة عين سفني. هو يقول أنه إيسبنا، حسب آراءه إيسبنا يعني معنى السكة القوية، السكة القوية حسب رأيه. وتواجد العائلة الأميرية أو الإمارة شيخان في باعضرة قللت من أهمية عين سفني. تواجد الآثار في منطقة قللت من أهمية عين سفني. تواجد لالش قللت من أهمية، فقط كان منطقة استراحة. حتى أكو محلة يسمى محلة هندوان، حتى اليزيدية حسب ما أتذكر كان يجون من الهند فقط يباتون بعين سفني. لا يزال الاسم موجود والمصطلح موجود، محلة الهندية، ولكن الحكومة البعثية السابقة غيرت اسمها من الهندية إلى العدوية. أنا قبل أيام قرأت مقالة للأستاذ زهير كاظم عبود يتحدث بها عن الإيزيديين خصوصا والكرد عموما، وذكرهم بالمصادر العربية الإسلامية. الحقيقة هناك إهمال واضح وإهمال كبير
لذكر الإيزيديين ومواقعهم، وفي حالات قليلة يتم التطرق إلى لالش اللي هي قريبة من الشيخان ومن عين سفني، وكيف هي زاوية من زوايا الشيخ عدي بن مسافر. لكن ذكر عين سفني موجود في كتابات أخرى، وبالذات في كتاب رحلة 10,000 فارس زينفون، عندما يتحدث عن رحلة أو عن جيوش الإسكندر الكبير عندما يصل إلى منطقة الشيخان، وفي قرية تابعة إلى الشيخان اسمها تل جومر، عندما يقابل جيش داريوش أو دار الفارسي، وتنتهي المعركة بانتصار الإسكندر وانكسار داره وبعدين تقدم جيوشه. في هذا الكتاب أيضا هناك ذكر لإيسيان القريبة، وإلى بيرستك باسم رستاق، وذكر لإيسفني وتل جومر ولهذه المناطق. تعتبر منطقة الشيخان عين سفنة ذات أهمية من الناحية التاريخية، حيث تقع ضمن أراضيها قرية خنس التاريخية المشهورة، وهناك مرتفع يقع غرب مدينة الشيخان يعرف عند سكان المدينة بجري كرخي، ويعتقد بأن أصل الكلمة آشورية كرخيني كرخة، أي القلعة المسورة أو المدينة المسورة، وظهر فيها لغة أثرية تعود بعضها لأدوار تاريخية قديمة ولم يكشف عنها لحد الآن، وتقع إلى جنوب المدينة بحوالي 4 إلى 5 كيلومترات منطقة تعرف بجر مبارك، لا تقل أهمية عن جري كرخي. أبرز المعالم التاريخية الموجودة حاليا لحد الآن شامخة، تل شيخ شمس اللي انتم زرتوها، أو شيخ منت وشيخ أبو بكر، هذول دليل قاطع أنه أكثر من 850 سنة موجودين، وهذا دلال على أن أهل شيخان هم يزيدية السكن من أصلها. جروان أو خنس مثل ما قلنا أنه في وقت أو في زمن سنحاريب بن سرجون الأكدي سوى سدة، ما بس سدت، عدة سدود ودى يعني سحبها إلى مدينة نينوى في ذاك الوقت، وأكبر سد سواها في قرية جروانة الموجودة حاليا تقع شرق مدينة عين سفني حوالي 8 كيلومترات. في عين سفني وفي أطراف عين سفني في الشيخان هناك مواقع أثرية مهمة. اللي يبدو أنه الشعوب اللي عاشت في العراق القديم وفي كردستان أيضا، هذه المنطقة يبدو يعني يعيشون بها البشر من فترات زمنية بعيدة. نلاحظ خنس من المواقع الأثرية المهمة، واللي في زمن يعني يتحدث سنحاريب عن خنس. وأيضا هناك سدة جروانة، هذه السدة اللي كانت موجودة في زمن الدولة الآشورية، واللي كانوا يجيبون المياه من خنس وبالتالي إلى جروانة ويوصلوها إلى العاصمة الثانية للدولة الآشورية اللي كانت في خرسبات. هناك تلال أثرية قديمة في هذه المنطقة، قرمبارك، قرخاس، قري جرحية، تلال هذه أيضا، قركرخي. يبدو هذه التلال كانت في يعني مقامة في أزمنة بعيدة، ويقال إنه من الممكن أن يكون فيها آثار في هذه التلال إذا تم التنقيب عنها. ويقال إنه الجيوش استخدمتها في ذاك الوقت لإيقاد النيران على قمم هذه التلال كإشارة بين الجيوش والقطاعات العسكرية في ذاك الزمن. تتصف قصبة عين سفنة حاليا بالتنوع السكاني واختلاط شديد في مجموعاتها الأثنولوجية، إذ تتجمع ضمنها مجموعة كردية وآشورية وكلدانية،
كما تتمثل فيها الديانات الإسلامية والمسيحية والإيزيدية، وفيها مسجدان للمسلمين وكنيستان إحداهما للطقس الكلداني والأخرى للطقس الأرثوذكسي. وهناك العديد من مزارات الإيزيدية فيها، ومنها مزار الشيخ مند بن الشيخ فخر، ومزار آل شمسة، وعفدي رش، ومقام إيزي، ومقام الشيخ حسن. وتوجد الإيزيدية عدة مزارات في مدينة عين سفنة، ومنها مزار الشيخ مند، ومزار الشيخ آل شمسة، وعفدي رش، ومقام الشيخ حسن، وشجرة أمادين، وشجرة جافاني زرزا. وفي المناسبات وأيام الأربعاء والجمعة يقصد الناس هذه المزارات، أما لزيارة المزار والدعاء أو لتقديم النذور أو لزيارة القبور وتقديم الخيرات عن روح أمواتهم. عين سفنة قبل أقول لك كانت نسبة، حتى قبل 2003 كان نسبة اليزيديين داخل عين سفنة أكثر من 75%، ونسبة الإسلام كان 20%، ونسبة المسيحيين كان 10%، ولكن الظروف الحالية خلت أنه يصير نص بنص مثل ما قلت. وهناك طبعا ما أقول لك لا يعني، ولكن التعايش كان زين وجيدة قبل هالفترة الزمنية، لأن العين سفني أهل عين سفني هم اللي بنوا مرقد ديني أو ما يسمى ما كان جامعة ذاك الوقت للإسلام. ووقت عبد السلام عارف في عهده، عبد السلام عارف نفسه حضر وقالوا ابنه جامع هنا، ما كان ذاك جامع. عموما منطقة الشيخان هي خليط من الأديان والقوميات اللي موجودة في هذه المنطقة. تاريخيا بعد ما تشكلت مملكة العراق بال21 صدر مرسوم ملكي، وبموجب هذا المرسوم الملكي سنة 1924 أصبحت الشيخان قضاء، وبذلك تعتبر الشيخان من الأقضية القديمة في كردستان والعراق. ومنذ البداية كانت توابع الشيخان ناحية المزوري اللي هي أتروش، اللي يسكنوها إخواننا الكرد المسلمين وبالذات عشيرة المزوري، وناحية مريبة اللي يسكنها أيضا إخواننا الكرد المسلمين اللي هم من عشيرة الشرفانيين. وكان يتبع لها أيضا ناحية القوش اللي هي مركزها من إخواننا المسيحيين الكلدان، ولكن كل توابعها من الكرد الإيزيديين، إضافة إلى فترات قديمة يعني بالبدايات حتى كانت بعشيقة في البدايات تابعة إلى قضاء الشيخان، وبعشيقة أيضا معروفة بأنه مكوناتها كثيرة، كرد شبك وكرد إيزيديين، إضافة إلى الإخوان المسيحيين اللي يعيشون في تلك المنطقة. من ذاك التاريخ وإلى الآن في قضاء الشيخان عموما وفي عين سفني خصوصا هناك مكونات مختلفة دينيا وقوميا. هناك الكرد، الآشوريين، الكلدان، إضافة إلى المسلمين والإيزيديين والمسيحيين، ولكن كانت العلاقات على امتداد التاريخ علاقات طيبة. ما أنكر أنه أكو بعض الأحيان كانت هناك بعض الحوادث اللي تعكر الأجواء، ولكن الناس الطيبين واللي هم يعني بيديهم الحل والعقد كانوا دائما إلى جانب أنه هذه المنطقة منطقة تعايش ديني ومنطقة تسامح ديني، والحمد لله لحد الآن العلاقات طيبة والأمور بشكل جيد.
لأنه في مدينة عين سفني هناك مكونات عديدة، فلذلك هناك عادات وتقاليد تخص الكرد الإيزيديين والكرد المسلمين، وتخص الإخوان الآشوريين والكلدان اللي من أبناء الديانة المسيحية اللي يسكنون في مدينة عين سفني. لكن عموما هي عادات ضمن المجتمع الكردستاني، عادات اعتيادية وطبيعية، ولكن مع الخصوصيات. يعني بالنسبة لأبناء الديانة الإيزيدية هناك مواسم كثيرة من الأعياد، أعياد كثيرة، هناك الطوافات، هناك مثلا عند أبناء الديانة الإيزيدية أعياد على امتداد السنة، أعياد بالربيع، أعياد بالصيف، أعياد بالخريف، أعياد بالشتاء، وكل هذه الأعياد أكو بيها زيارات للمقابر، أكو بيها طوافات لبعض المزارات المقدسة. بالمناسبة في مدينة عين سفني توجد 7 مزارات لأبناء الديانة الإيزيدية، وتوجد كنيستين، كنيسة للإخوان الكلدان، كنيسة للآشوريين، إضافة إلى أنه في الشيخان يوجد جامعين للإخوان المسلمين. تشوف أنه مسلم يتوفى، تشوف أكثرية الناس يزيدين موجودين بالوضع، ومن ضمنها لما توفى المولى الله يرحمه يعني أكثرية اليزيديين موجودين بالقبور. وهذا أكو زيارات متبادلة بين اليزيديين والإسلاميين وبالمسيحيين واليزيديين، ويزورون الأخوة في الأفراح والأحزان. شهد الشيخان ازدهارا ثقافيا، وكان لمثقفي الشيخان دور كبير منذ سبعينات القرن الماضي بالكتابة عن تاريخ وعادات وتقاليد الإيزيدية، وبرزت منهم نخبة مثقفة استطاعت فيما بعد إنشاء أول مركز ثقافي إيزيدي في دهوك باسم مركز لالش الثقافي والاجتماعي. في الحقيقة كان الدور اللي خلينا نقول الكتاب والباحثين والمثقفين كان دور سري تقريبا، يعني لأن كانت كل كتاباتهم باللغة الكردية، وكانت اللغة الكردية والكتابات الكردية محظورة في المنطقة، فكان دائما يكتبون خلينا نقول في السر. ومن خلينا نقول الرواد اليزيدية، الكتاب الباحثين المثقفين، كان بير خضر سليمان، كان عيدو بابا الشيخ، كان خليل جندي، حيدر نزام، كان كريم سليمان. هذول كانوا يكتبون دائما، ينطون للجرائد، بس مو الشيء اللي كانوا يردون، مثل ما يقولون يعبرون بطريقه بحيث بها كان شلون مثل التحذيرات كان بها، يكتبون الشيء البسيط، والشيء اللي يكتبون مثل ما يقولون يردون كان يضمون عندهم. ومن ضمن عز الدين باقصري يعني احتفظوا بملفات كثيره عن فلسفه الديانه اليزيديه، عن مناطق اليزيديه، عن الحاله الاقتصاديه اليزيديه، عن المناطق اليزيديه، مثلا مناطق خلينا نقول مثلا معبد لالش، المعابد الموجوده، المراكز الموجوده، مثلا خلينا نقول في منطقه سنجار اكو مناسبات كثيره كان يكتبون عليها، الطوافات كانوا يكتبون عليها، بس اشنو كانوا يحتفظون بها، يعني ما يقدرون ينشروها لان كانت محظوره. بس بعد 2003 صار مثل ما يقولون الحركه الثقافيه في منطقه شيخان انتشرت وازدهرت بصراحه، يعني خاصة عن طريق مركز لالش، كان موجود مركز لالش الشيخان، مركز ثقافي في الشيخان، سنتر الشيخان كان موجود، دعمت أو خلينا نقول جمعت الكتاب، الصحفيين، الباحثين، كل شخص يريد مثلا يكتب شيء كان اكو مجال، فمثل ما يقولون بين الطاقات الموجودة من خلال هذه المجلات. كانت مجلة شراي لالش، مجلة شيخان، وبعض منهم شاركوا في كتبوا للجرايد، مثلا جريدة أفرو في دهوك، جرايد بسليمانية، جرايد بأربيل.
أعزائي المشاهدين، بعد أن تعرفنا نحن وإياكم عن تاريخ وعادات وتقاليد واسم ومدلولات قرية عين سفني مركز قضاء الشيخان، أبقوا معنا وهذا التقرير البسيط حول زيارة رمز الطاووس السنجق إلى قرى اليزيدية الذي انقطع عن الزيارة إلى هذه القرى ما يقارب ل10 سنوات بسبب الأحداث الأخيرة التي اجتاحت العراق والظروف الأمنية الغير جيدة في هذه المناطق. إلى اللقاء في حلقة أخرى جديدة من برنامج نافذة يزيدية. من الطقوس الدينية المهمة لدى الإيزيدية والتي كانت محل اهتمام كل من كتب أو زار الإيزيدية الطواف بالطاووس السنجق في القرى الإيزيدية. والطاووس السنجق عبارة عن هيئة طائر يرتكز فوق شمعدان مصنوعان من النحاس ويتكئ على 7 وسائد، وبجانبه كأس من النحاس يسمى شيربيك، وهو الإناء الذي يوضع فيه الماء ويوزع على الناس كماء مقدس. ومن ملحقات الطاووس أيضا كفية من القماش أخضر اللون مثلثة الشكل تسمى كفية كسك. والطاووس رمز الإيزيدية المقدس وبمثابة رايتهم علمهم، ويسمونه السنجق أيضا، وبمعنى الراية أو العلم لدى الإيزيدية، ويقصد به المنطقة أو الولاية. أما موسم الطواف بالطاووس في قرى الإيزيدية فيتم على مواسم مختلفة، ففي منطقة الشيخان ودهوك مرق شيخ يطوفون به 3 مرات في السنة، الأولى بعد عيد رأس السنة السريسال، والثانية بعد أربعينية الصيف، والثالثة بعد عيد الجمع. وحاليا يطاف به 2 مرات في السنة، ولم يخرجوا للطواف منذ 10 سنوات. أما في منطقتي سنجر والهويرية في زاخو فيطاف به 2 مرات في السنة الأولى بعد عيد خدر الياس، والثانية بعد أربعينية الصيف. أما في المناطق خارج العراق فإن موسم الطواف غير محدد ويعتمد على العلاقات الدولية، والغرض من زيارة مناطق الإيزيدية هو لتقديم الإرشادات والمواعظ الدينية وتوعية الناس بأمور دينهم والاطلاع على أحوال الإيزيدية الاجتماعية وحل خلافاتهم المختلفة وأداء المراسيم والطقوس الدينية. أما مراسيم الطواف بالطاووس يؤتى به إلى معبد لالش من قرية بعدرة، حيث يحفظ هناك في خزنة الرحمن، ويكون محفوظا في حقائب خاصة لكي يعمد هناك مع أداء تراتيل دينية. وفي يوم الخميس الأول أو الثاني الذي يلي العيد، عيد أربعينية الصيف أو عيد الجمع أو رأس السنة أو خضر الياس، يأتي كل من النقيب وهو من عائلة بيير هاجيال و4 قوالين وساد مزار عين البيضاء إلى معبد لالش للخروج بالطاووس، ومعهم الفقير سادن المعبد إلى قرية بحزاني، حيث يستقرون به أولا في منطقة جبلية تسمى جلي الطاووس،
ويتم تنصيبه هناك، ويتم زيارته من قبل أهل القرية، ويمكث حدود نصف ساعة ثم يوضع في الحقيبة الخاصة ويتم الذهاب به إلى قرية بحزاني. وبعد وصوله في الصباح يمكث للعصر حتى يذهب به إلى منطقة جبلية في وادي بحزاني يسمى جلي السنجق، وينصب هناك ويأتي الناس للزيارة، ومن ثم يؤخذ مرة ثانية إلى قرية بحزاني وينصب في مكان معين ويبقى لليوم الثاني، وبعد الظهر يخرج كي يسلم إلى قرية بعشيقة، وهكذا تستمر دورته حوالي 40 يوما يجول خلالها قرى الإيزيدية في منطقة المرقى الشيخان. عندما تقترب مجموعة السنجق الجوق إلى حدود القرية التي سيزورها يرسلون أحدا للدخول للقرية قبلهم ويسمى بشرو، وينادي أهل القرية ويبلغهم بأن الطاووس قد وصل وسيحل ضيفا على قريتهم، فيستعد الرجال لاستقباله ويخرجون الجميع كبارا وصغارا من بيوتهم حفاة لاستقبال الطاووس، ويبدأ القوالون بالعزف على الدف والشبابة، ويتقدم الذي يتشرف باستضافته في داره ليحمل على رقبته الحقيبة الخاصة بالطاووس، حيث يقودهم الجوق إلى داره ويسمى القناغ، وهناك ينصب مع أداء تراتيل دينية خاصة بالمناسبة. وبسبب الظروف غير الطبيعية التي يمر بها البلد قرر سمو الأمير تحسين بيك وأعضاء المجلس الروحاني بعدم إخراجه للطواف، واليوم عاد ثانية بعد توقف دام 10 سنوات.